ليا. صباح الخير يا جماعة، النهاردة أول يوم عيد وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم الجمعة 21 إبريل، الساعة دلوقتي داخلة على 4 العصر. فتعالوا يلا بينا أقول لكم أنا ناوية أعمل إيه في يومي النهاردة. مبدئيا دلوقتي انا خدت شاور ولبست، ودلوقتي صاحبتي جايالي في الطريق، فقلت اما ابدا احضر شويه حاجات، وفي حاجات لسه هتتحضر لما هي تيجي. مبدئيا جهزت الطبق ده عشان نحط فيه بقى اللب والمكسرات والحاجات دي. طبعا في ميكس كده هنا رهيب هنعمله مع بعض، وهنا في شويه حلويات برضو جبناها، فقلت اما ايه احط شويه من كل حاجه في الطبق ده بحيث ان اللي عايز ياخد من اللي هو عايزه. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا العيد بالنسبه لي مش عيد. ليه بقى؟ لان انا بالنسبه لي العيد مش عيد، يعني الموضوع واضح وصريحه. انا بالنسبه لي ما بحتفلش بعيد، عشان بحس ان العيد بكتئب فيه. دلوقتي هنحط اخر حاجه اهو كده. احنا جهزنا الطبق الصغنن ده. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا هبقى قاعده انا وصاحبتي بس، قلت اما ايه ده لسه ما حطيتش من ده. مش عارفه افتح الحاجه ازاي، بس اوكي كده. الطبق الاولاني جاهز معانا. نبدا بقى في الحاجات التانية. نحط هنا لب. طبعا اللب اكتر حاجه بتتاكل، فانا هحط لب في الحتتين دول. تمام. وهجيب من ده كمان، انا مش عارفه هو مش مفتوح ليه. هنحط من اللب الابيض ده، انا كمان بحبه قوي قوي قوي. وهنجيب كمان من ده. سوري يا جماعه بجد، سوري ان انا بصور لكم وانا مكتئبه شويه، بس والله صدقوني دي بقى مكسرات. كده جهزنا الطبق ده كمان. دلوقتي بقى بصراحة مش عارفة ايه اللي هنا، بس قلت اما اشوف، عشان انا اصلا ماليش في الحلويات. ده من تسبس. في هنا ايه بقى؟ في البيتي فور العادي، في هنا البيتي فور اللي عليه السكر، ودي برضو بيتي فور بس بيتحط عليه سكر، وده السكر بيجي خارجي. تمام. وده برضو عليه سكر، ودي اللي هي الغريبة. هجهز بقى من الحاجات دي في طبق كده وهوريكم شكل الطبق النهائي. هاي انا اهو. عايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان ماما عامله حته حلا. هو دلوقتي لسه ما جهزش، بس بجد هو تحفه قوي. بصوا، هو في جيلي وفي كيكه وفي كريمه وفي بصوا حلويات، بجد في قشطه وحاجات تحفه قوي. فلما نيجي برضو نغرف منه، انا طبعا بوريكم يا دوب التجهيزات، ولسه صاحبتي اصلا في المترو ما جاتليش، والساعه يا جماعه داخله على 7. بصي يا بنات، داخله على 7. الساعه دلوقتي 7:15، وصاحبتي لسه هتجيلي من حلوان. فبجد يا رب توصل بسرعه عشان انا تعبت. واحنا لسه طبعا النهارده هنبيت سوا، يعني هنسهر اليوم كله، فعشان كده لسه بدري معانا، الوقت بدري قوي. طبعا المشروب الحصري بتاعنا الاساسي وهو النسكافيه الجولد، دي حاجه اساسيه اول ما تيجي. فانا برضو هبقى مجهزه كل حاجه هنا، بحيث ان احنا نبقى سرعه جدا كده ونعمل حاجات كتير قوي في اليوم بتاعنا. هاخد بقى مجين من هنا وهنجهز النسكافيه الجولد. طبعا هجهز بس ده، واجهز المج كمان جنبه، وكده هيبقى ضن معايا بقى. ودي بقى التلاجة بتاعه المشروبات، فانا هحط برضو كل الكنزات هنا، بحيث ان احنا وقت ما نعوز نشرب الحاجه تبقى ساقعه. وطبعا مش هننسى الاندومي. انا لازم بجد النهارده اعمل اندومي، وحشني جدا. اشتريت الاندومي ده، جبت بتاع 5 كده عشان نعمل بيهم حفله. وجبت كمان طبعا كميه شيبسيهات، جبت شيبسي بالخل والملح، وجبت شيبسي بالملح، وجبت شيبسي بالشطه، عشان دول اكتر 3 انا بحبهم.
وهنا بقى كنت خلاص شبه جهزت كل حاجه، كان فاضل الكعك. بدات ان انا احط بقى شويه بيتي فور وشويه كعك وشويه حاجات بقى كده، وحطيت سكر عليهم من فوق. المهم يا بنات انا عايزه اقول لكم ان احنا عملنا جو رهيب رهيب رهيب. اول ما صاحبتي جت عملنا اول حاجه وهي البن العربي او القهوه العربي. طبعا بنحط فيها هيل وبنحطها على النار نسيبها تغلي كده شويه، وعملناها فناجين وشربنا ولعبنا. بعد كده طلعنا البلكونه وكنا بنلعب لعبه اونو، ولعبنا لعبات فيها تحدي كتير قوي. وانا كنا بنعمل تحدي في صاحبتي ان احنا نتصل بيها ونقول لها هي عبير معاكي، وبصوا كان لعبه تحفه. بعد كده قررت ان انا اقوم اعمل اندومي، فقمنا بقى عملنا الاندومي بالطريقه المفضله بتاعتي بقى، والشطه الكوري والصويا صوص والليمون والحاجات القمر دي، وعملنا الاندومي. وبرده طلعنا كملناه في البلكونه، لان بجد يا بنات القعده جوه البيت غير القعده في البلكونه خالص. طلعنا قعدنا برده في البلكونه وفرشنا بقى وجبنا المخدات بتاعتنا والشيبسي والبيبسي والشراب بتاع صاحبتي، بجد تحفه عليها حته شرابات يا بنات يا لهوي خطيره. دلوقتي كانت الساعه تقريبا 12:10 وقعدنا بره لغايه تاني يوم بقى الصبح. وهنا كنت صحيت صليت الفجر، وبعد كده فطرنا وقعدنا نحلي. طبعا في حاجات كتير قوي ما اتصورتش، بس انا بحاول اسرع لكم في احداث اليوم عشان ما تملوش. هنا كنا قاعدين بقى بناكل. يا جماعه دلوقتي المفروض ان انا قمت، احنا دلوقتي الساعه تقريبا 1:30 وهنخرج انا وصاحبتي واحده صاحبتنا ثالثه. فدلوقتي انا قمت عشان خاطر اجهز. معلش يا ماما وقفي صوت. قمت عشان اجهز، فلسه مش عارفه هلبس ايه، لسه مش عارفه هحط ميك اب ايه، ولسه مش عارفه اي حاجه. فانا قلت اوريكم بيفور هوريكم افتر، بس بعد ما اخلص خالص. ده طبعا مش جت ريدي وزمي خالص، انا بوريكم بس قبل وهوريكم بعد، وبعد كده هوريكم برضو هنعمل ايه في مدار يومنا، فتابعوا الفيديو للاخر. دلوقتي يا جماعه انا خلاص جهزت وحطيت الميك اب ونازلين دلوقتي. ده كده الفاينل لوك، وهوريكم برضو صوره الاوتفيت كامله هحطها جنبي بقى وهنشوف هنحطها فين. فيلا بينا ننزل ونشوف هنعمل ايه في اليوم بتاعنا. دلوقتي يا جماعه احنا نزلنا هنطلب اوبر ورايحين على سيتي سنتر الموزة، بس لما نوصل بقى هقول لكم هنعمل ايه. هنا كنا وصلنا ودخلنا بقى من الباركينج، والموضوع كان بسيط جدا وحلو قوي، والمول كان فاضي. بس المشكله في صاحبتنا الثالثه ما عرفتش تدخل، وكانوا بيدخلوا عائلات بس هي عشان جت من بوابه غلط. المهم من هنا لهنا دخلناها معانا، وبدانا نخش لجوه كده عند الفود كورت. لقينا الدنيا زحمه جدا، بالعافيه لقينا مكان. انا طلبت الاكل ده يعني احنا عملنا بصوا شير كده مع بعض. بعد كده رحنا جرافيتي كود عشان خاطر نلعب. بصراحه اللعبه كانت تحفه، بس السعر يعني اوفر شويه، كان تقريبا ب 280 الفرد الواحد. فدخلت انا و3 صحابي، وهنا اول ما دخلنا بجد لبسنا الشراب واشترينا اللي هو الشراب ودخلنا بيه بقى. حلوه قوي، وانا هسيبكم تشوفوا شويه مقاطع مضحكه ليا. طبعا عشان خاطر ما تسمعوش بقى الازعاج والتصويت والكلام اللي كان بيحصل، عايزه اقول لكم كله كان بيلعب بقى، سن كبير سن صغير، طفل مش طفل، شباب، كل حاجه. كان بجد الموضوع ممتع جدا ومغامرات، وبتطلعوا كل الطاقه السلبيه اللي عندكم. وهنا انا كنت قفشت بقى في البتاعه دي ومعرفتش اكمل فنزلت تاني. ودي كانت اللعبه اللي بعدها، وبجد كانت حلوه وممتعه جدا، جربتها 3 مرات وبجد كانت حلوه جدا جدا جدا. الموضوع يا جماعه كان مضحك قوي. وهنا بقى كنا رايحين نجرب لعبه ثالثه خالص. المهم ان اليوم كان لذيذ قوي، يعني انا ما صورتش احداث كتير عشان خاطر برضو ايه اعرف استمتع باليوم. وهنا بقى خلاص خلصنا من اللعب وشرب الميه بقى واتحركنا على طول. فاكرين ان احنا هنروح؟ لا ما روحناش طبعا، رحنا على ستاربكس اللي هو في فرع مصر الجديده. الدنيا كانت زحمه جدا عند الميرلاند، والدنيا كانت ضلمه، والموضوع بصراحه ما كانش لذيذ خالص. يعني انا عن نفسي ما بحبش الزحمه دي، فالمول كان ارحم بكتير. بس لقينا الحمد لله اماكن كتير في ستاربكس على عكس الزحمه اللي كانت في الشارع. وركبنا ايه، دخلنا بقى
بقى ستاربكس وكده. اصحابي جربوا مشروب جديد، بس انا عن نفسي طلبت المشروب المفضل بتاعي وهو توفي نات لاتيه. الناس اللي بتسالني بتشربي ايه، بشرب توفي نات لاتيه وبحط عليه ويب كريم، وبجد بيبقى طعمه خطير. بس كده يا حلوين نكون خلصنا اليوم بتاع النهارده. روحت البيت بقى وصليت كل الصلوات اللي كانت فايتاني ومسحت الميك اب، وتصبحوا على خير.